كنتي كتموت غتندم على حاجه وحده ما درتيهاش في حياتك، هي انك ما درتيش لي كوميرس. سيمو لايف وتجاره الوهم اللي كيديرها. شحال هادي الوقت ما كانش بحال دابا، كان شحال هادي اذا كنتي شاب وباغي تدبر على راسك خصك ضروري تخرج في الزنقه، تبيع وتشري، غادي تجري، غادي توسي تقال، غادي تعمل، غادي تفعل، يعني مجهود بدني. في الوقت اللي دابا حنايا فيه يمكن لك تدخل فلوس غير من الدار. كيفاش تقول لي من الدار؟ كيف ما كيديروا بزاف ديال الناس فيديوهات على الاي كوميرس وداكشي في الدار، كتوز البيسي ديالك كتشري منتوج من شي سيت كتعاود تبيع في السيت ديالك، ولا كتهزو ما عرف دير اللينك ديالو شي تخربيق الله اعلم، كتخدم في الدار ديالك. وباش تبدا تخدم من الدار ديالك بهذه الطريقه هذه وتدخل يعني واحد المبلغ اللي محترم اللي غادي تقدر تعيش به، خصوصا في هذه الازمات اللي كندوزو منها، والشباب كلشي باغي انه يدير اي طريقه يدير بها اي مصروف باش يصوفي به راسو، وهذه حاجه العاديه. الانسان كيحتاج شكون اللي يوجهو كيفاش يدير داك الشيء هذاك. بحال مثلا اذا كان واحد غادي تقول يخدم بالناي، ضروري خصو يكون البناي بخبره عنده، تكون عنده الخبره عادي كيقول لك كيفاش دير لاجرا، كيفاش دير السيما كذا. غتخدم بلومبي كيفاش دير الماء، كيفاش تعمل هذيك. يعني ضروري يكون شي واحد اللي كبر منك فايتك في الدومين، عنده خبره عليك اللي يوريك، وانت حيت انت ما كتفهم والو غادي تتبعو في المزيانه والخايبه ديالو. هذه حاجه عاديه حيت انت ما كتفهم حتى شي حاجه. هادشي اللي كيديروا دابا السيمو لايف. سيمو لايف شكون هو؟ سيمو لايف هو رجل اعمال مغربي حرفيا بدا من الزيرو، جا من قريه ما فيهاش حتى الضو بحال الناس، وقرا وما كملش القرايه ديالو. قال لك هو انه اصلا شد لك الباك ديالو ب10 باش تعرف ان الباك ما كيمشي بزاف، يعني القرايه ديالك ما كتمشي، كاين الدماغ ديالك. كان الدري من الصغر ديالو ملي كان في عمره 9 سنين، من اول مره مشى للسيبر دا قال لك خالو، كان عنده انترست كبير بالحواسيب يعني كل ما هو عنده علاقه بالتكنولوجيا والويب انترنت ان جنرال الويب. ما شاء الله حنا ماشي كنحسدوا ولا شي حاجه، اللي ضرب تمره وصل ليها راه هذاك حقه، الله يكمل له على خير. حنا ماشي كنحسدوه ولا شي حاجه على هادشي اللي دار. السيد ضرب تماره وصل لداكشي اللي كان باغي الله يسهل عليه، اللي بغى يوصل لشي حاجه راه خصو يضرب عليها تماره، وهذه حاجه عاديه. اللي انا عندي فيه المشكل هو ان الانسان ملي كيبغي انه يدخل في هذا الدومين هذا وكيتبع اللي كبر منه، كيف ما قلت لكم بناي ولا بلومبي ولا وريفر، كتشوف مول الخبره كيمشيو عند هذا السيد هذا. هذا السيد هذا سميتو المهم سيمو لايف، سميتو محمد، معروف في سيمو لايف، راه كلشي كيعرفو. في الحملات ديالو، في ديك الدعايات ديالو، في ستوريات انستغرام ديالو الى اخره، شنو كيقول لك؟ انا باغي نعاون الشباب، باغي انهم يوصلوا، وعامر علينا بديك الموتيفيشن الخاوي، اللي ديك الموتيفيشن اللي كيعرفوا الصراحه غير مراكنا والاوروبيين، عاد دخلوا هذا المغرب. ديك نوض في 6 الصباح ضرب تماره، جري كذا، عمل لي دير مليون، دير $1000 في الشهر كذا، كهضره خاويه. هو اللي كيديرها في المغرب، هو اول واحد يعني دارها وبنادم تقبي، حتى هذه حاجه جديده في المغرب صراحه. في امريكا داكشي كان في التسعينات، كيبقاو عندك ديك الموتيفيشن الخايف في الصباح كذا، باقي كيديروها في يوتيوب واللعيبات مره مي شكون يتسوق لهم. هذا جا دارها في المغرب بنادم تقبي. شنو غادي يجي يقول لك؟ انا باغي نعاون الشباب، باغي نطلعهم من تايلاند. اول مره دار هاد اللعيبه هذه، قال لك انا باغي نعاون الشباب، اللي عنده شنو سميتو، اللي شافني انا طلعت شي واحد اللي كنعرفو ولا مخلصني ولا من العائله ولا كذا، يجي يبزق ليا في وجهي، قال لك انا نهز من البرارك، غادي نهز من الناس الفقراء، غادي نهزهم فابور لهم كذا، والناس ما كنعرفهمش، اول مره نتعرف عليهم اللعيبات، عرفتي ستوريات ديالو. واو ثق به والله تثق به، انا وثقت. في الاخر طلع لك برقل وفرع ما معروفين شي، وفقراء هي وواحد جوج ديال الدراري هذوك اللي ما معروفين شي. ما كيهمش هذا الشيء هذا. المهم القضيه دازت كل شيء بخير على خير. ما قلنا على الاقل طلع هذوك جوج ديال الناس، واحد الناس اخرين عاوتاني يعاونوا، ما شنو سميتو، على الاقل من ديك التفاهه ديالهم ما يبقاوش يديروها، ويوليو يخدموا في التجاره الالكترونيه بعدا خدمه شريفه معوطه ما فيها لا شوالة حتى شي حاجه. دازت القضيه. واش نجح لهم داكشي ولا ما نجحش الله اعلم. اللي عندي انا فيه الاشكال الكبير والحاجه اللي عصبتني بزاف، وعمل لك حمله اخر، قال لك هذه المره غنطلع 150 واحد وكذا وغادي نعاونكم، انا عاوتاني غنهزكم الناس ما معروفين شي كذا. قلت يطلعوا معروفين ما معروفين شي غير يعتقوا راسهم دابا. وغادي نجيو هنا واحد الاوتير، نوريكم واحد الفيديو دابا. ماشي انت اللي غادي تجيبو، حنا اللي غادي نعطيوه لك. غادي تجيب سبادريه بيضاء من المغرب وغادي تجي مرحبا بك ان شاء الله. 60 يوم حتى شي واحد ما غادي يخرج من هنايا. الفطور ديالك هنا، الغدا ديالك هنا، العشاء ديالك هنايا، نهار كامل غادي ندوزوه في قاعه دراسيه، ولكن كون متاكد ان الشخص اللي غادي يدخل هنايا ماشي هو الشخص اللي غادي يخرج من ورا 60 يوم. نطلع لكم من هذا الاوتيل وغادي يجلسوا معانا. انت جيب سبادريه بيضاء من المغرب، ريح معانا بحال هكا، ما كاين غير البيسين والماكله والخدمه والتعلم. في 90 ولا 60 ما عرفتش شحال قال لك غتخرج، فهمتي كاطر بهذا الشيء هذا، يعني تولي تصوفي راسك بالانترنت. اي كوميرس هو هذا الدومين ديال اصلا اي كوميرس.
قال لك هادشي هذا كامل، قال لكم دخلوا اللينك وكذا، ديروا اللعيبات واحد السيت باش تسجلوا فيه وكذا، نطلع 150 واحد كذا، لا تسجلوا مليون غيطلعوا 150 واحد. الناس ملي كيدخلوا شنو كيتفاجئوا؟ ما كيكونوا هابطين في السيت كيجبروا 2000 دولار. 2000 دولار؟ دير جات 2000 دولار، 2000 دولار باش تدخل تخدم معانا وكذا. 2000 دولار. وخونا كيقول لك بانه باغي يساعد الناس المعوزين والمساكين وباغي يصوفيو راسهم فقراء وكذا، ما كاين حتى شي مشكل. كتهبط كتلقى 2000 دولار، واش اللي عنده 2000 دولار راه فقير؟ المهم كتزيد تهبط كتجبر 2000 دولار، واخا كتزيد تهبط كتجبر المصاريف ديال الطياره على حسابك، كتزيد تهبط كتجبر لوطيل اللي غادي تجلس فيه وجبه سبادريه بيضاء على حسابك. المهم ملي كتجي تضرب حسابك كتجبر 6 المليون، كتجبر 6000 دولار وزياده. واش اخويا السيمو لايف ما عرفتي واش انت باغي تعاون ولا ما كتفلى علينا؟ ولكن اخويا واش ملي كتجي كتقول لنا باغي نهز الناس اللي باغيين يصوفيو راسهم حيت فقراء حيت من البرارك، واش اللي عنده براك عنده 6 المليون؟ واش اللي ساكن في براك عنده 6 المليون؟ والله يرحم لك الوالدين. باش كنقول لكم هذه راه سميتها تجاره الوهم. اذا عمل لكم شي حاجه وطلعكم هيردكم كيف ما نتوما ولا ما يمشوا. واحد المره دار لك واحد اللايف، عرفت شنو يقول فيه؟ سولو قالوا شكون هو عدوك؟ قال لهم خويا في الحرفه، هو السيمو لايف، خويا في الحرفه هو عدوي. كتعتقد بانه اذا طلعك غادي يرجعك بحالو؟ ما عرفتش هادشي، ما يمكنش هو يطلعك بواحد النيفو اللي غادي تولي فيه تهدد به العرش ديالو. ما يمكنش، هذه مستحيل يعني ديرها. السيد كيقول لهم باغي نعاون الدراري نوقفهم على رجليهم نعلمهم كيف يصوفيهم راسهم. كاش انت اصلا عندك القلب في ظل هذه الازمه وبنادم كيتيق بيك وهذه، كاش عندك القلب انك تستغلهم بحال هكا؟ تقول لي شنو مصطفى شنو سميتو ديك 2000 ديال الدولار ما نعرف ديالاش، الطيار هديها الشركه ديال الطيار، الفيزا هديها القنصليه ولا ما عرف شنو الفلوس ديال الفيزا، هو ما داي والو. ديك 2000 دولار اللي تما في السيت ديالك انا ما عرفتش ديال هادشي عنده اوف كورس، وماشي كيقول لك حتى حاجه ما ربحيه ولا حتى شحال. ولكن خونا كيهضر لك بصيغه المساعده، يعني غنعتقك كيقول لك براك وكذا، وانا جيت من كفاس منكم وانا كنت كنقرا تحت الشماعه وانا جيت من دوار فلان فلاني في الخميسات كذا كذا كذا. وملي هادشي هذا خويا راه اللي عنده 6 مليون راه خويا ما يعطيهالكش، عنده 6 مليون مشي يدير فيها مشروع في المغرب الصات، ما يجيش يقمر معاك يا يتعلم يا ما يتعلمش. لا عنده هذا اصلا عايش في براكه راه ما عندوش 2000 درهم مكموله، بقات له 6 المليون، بقات له 2000 و 4000 و 6000 ديال الدولار. ما عرفتش كيفاش بنادم كيوصل لمرحله انه يبقى يستغل الحاجه ديال الناس ويبروفيتي فيهم بحال هكا. والله ما عرفت. انا مازال كنقول في راسي اللي عنده 2000 دولار ولا 4000 ولا 6000 دولار، الكماله هي 6000 دولار وكثر، واش هذا يكون فقير؟ واش هذا يكون محتاج؟ ما كنعتقدش. باش دار 6 المليون غادي يزيد يعمل حتى 100 المليون، ما بقاش محتاج هو يتعلموا الاي كوميرس باش يدير عاوتاني 6 المليون اخرى. دار 6 المليون الاولانيه راه يدير 6 اخرى واخرى. اش يحتاجك انت توري الاي كوميرس؟ واصلا بنادم بعقله غيعرفك ما غاديش توصلو حتى العرش ديالك واللي يهددك. ما يمكنش انسان يوصلك حتى عنده ويقول لك ها انت انا وصلتك كذا وهذه ويحس بالامان جهتك، راه يحس بانك راك تهدد العرش ديالو، يخاف عندك طيحو. انسان عمره ما كيطلع شي واحد النيفو اللي هو فيه. ما عرفتش كيفاش هاد السيد جابو في قلبه انه يحمس بنادم ويقول لهم غنصوفيهم ويعطيهم واحد الامل بان راه كاين شي واحد اللي يقدر يوريهم شي حاجه يديروها في حياتهم باش يصوفيو ريوسهم وخوتهم ووالديهم، ولا عنده شي مرات ولا عنده شي ولاد ويشوف مستقبل، ولا كان شاب ولا كان كبير كيقول لك من 18 نعرف شي 30 ولا 40 سنه ولا 50 سنه كيقول لك كاع، وفي الاخر تصدموا بحال هكا. والله الا انا ما نقدرش نديرها صراحه. خلاصه هذا الفيديو اللي فيه الهضره بزاف ومن الصوت توصل الفكره، حيت انا كنهضر بشكل عفوي. خلاصه انه حتى شي واحد ما باغي لك الخير الصاد، ما تعول على حتى شي حد. كل دري عادي انه يبغي يصوفي راسو ويدير سرياف، ولكن ديرها لراسك، مابقاش تعاود لبنادم تبقى تعطيه الفلوس ويعلمك كذا. والله لا كنصب عليك، اقسم بالله لا كنصب عليك، نكذبوا عليك. بغيتي دير شي حاجه ديرها لراسك، فتح شي مشروع ولا دير شي تجاره الكترونيه لراسك، ما تبقاش تتبع بنادم. شوف في يوتيوب شي حاجه فابور مرحبا، ما كاينش ديك 999 درهم مابقاش دير فيهم بحال هكاك. بقى تدخل انا في السيت خلص الفلوس باش تتعلم، هضره خاويه، هضره سوبر خاويه، غير النصب في النصب.
قال لك تجاره الكترونيه براسك. ما عرفتش ما عرفتش هاد حتى التجاره الالكترونيه صراحه وسخوا الدومين وعمروه بزاف، ولكن اذا بغى لك ربي الرزاق ديالك يكون في شي بلاصه وبانت لك عينك فيها، جرب دير المحتوى، دير اي حاجه، دخل خويا ضرب تماره، صدقات لك وهذيك ما صدقاتش الحمد لله. حنا باقي شباب باقي صغارين باقي فهمتي كنبشوا كنفتشوا شنو غادي يرزقنا. فتش خدم في هادي، جرب هادي، شنو سميتو، عمل يدك في هادي جرب اللي كان، واللي عندك فيه رزقك راه غادي تشوفه بعينك، غتشوف رزقك كيجيك صافي تقول ربي كتب لي رزقي في هذا الدومين هذا، محتوى مشروع واخا تكون كتبيع المسمن غير خويا اذا عندك رزقك في ديك البلاصه راه ربي غادي يبينو لك غتجلس تسماك. ولكن ما تعول حتى شي حد، كاين شي اري فلوس نعلمك ولا نعمل لك مشروع، لا نصابه 999 درهم نعلمك كيفاش تعمل مع شنو هضره سوبر خاويه. الخلاصه د الهضره كامله، انا شاب وكنعرف الاحساس ديال الاغلبيه ديال الشباب المغربي والقرار اللي كيحس بها، كيقرا يضرب سامع، راه هادي حاجه ما كتستقليه، لا حول ولا قوه الا بالله. نقول لكم واحد جوج ديال الكلمات، خوفك من المستقبل صحي عادي، حاجه عاديه. خوفك من الحاضر منطقي، الوقت راه خايبه، ولكن اذا جا شي واحد قال لك غنشد لك في يدك وخلصني وعطيني وغادي نوصلك، عرفوا نصاب، عرفوا نصابايا كيف خلاها ممدوح نصر الله. قال لك شي واحد غنشد لك في يدك نطلع هضره سوبر خاويه، عاد لا قال لك خلصني راه صافي. السلام عليكم ورحمه الله.